دلوقتي بتسمعك طيب كمان حبايبك وناسك وكل الدنيا، تقول ايه؟ ايه الكلمه اللي نفسك تقولها للناس كلها؟ لو انا زعلت حد بدون قصد يسامحني، ما يزعلش مني. دي اكتر حاجه بقولها الناس اللي تعرفني كلها، لو انا زعلت حد بدون قصد ان هو يسامحني، لان انا ما كانش قصدي ان انا ازعله او اجرحه. بس احب اقول له يعني ايه، لو انت عندك ضمير واخلاق ونفسيتك حلوه وطيبه تمام واصول وفاهم الدنيا، اعتزل لنفسك بشكل كويس وكمل في الحياه باصولك وبمعدنك، ما تغيروش عشان خاطر الناس بقت وحشه، لا خليك انت كويس، خلي الدنيا لسه فيها خير، مشي الخير علشان ربنا يبارك لنا في الايام اللي جايه. مشي الخير، خليك بضميرك دايما، ودع الملك للمالك، ربك اللي هيحاسب. والله ما بقول لك، ما يعني اكتر من الحب والتعاون ونبذ الحقد والصراعات اليوتوبيا يعني اللي هي مش موجوده يعني. لو العالم كله حبايبك وناسك كل الدنيا بتسمعك، بص، لو مشيت بضمير كويس ربنا يديك وهتقف على رجلك. مشيت غلط مش هتكمل. حبايبي وناسي وامي، ربنا كل سنه وانتم طيبين، ونفسي اعيد عليكم ونفسي اجي عليكم بخير يا رب ربنا يكرمني ان شاء الله. لو العالم كله بيسمعك وناسك وحبايبك والدنيا كلها بتسمعك، تقول لهم ايه؟ باذن الله اقول لهم يعني كل واحد يصبر يعني اجمل شيء في الدنيا انت ما سالتنيش عليه الايمان. مفيش شيء في الدنيا اجمل بايمانك باللي خلقك. يعني اقول لك على حاجه، مثلا بقى اكثر من 30 سنه انا كنت بعرف بكره في ايه، اعرف بكره في ايه. يعني اي حد يقول لك انا كنت بعرف بكره في ايه، الكلام ده معدي ال 35 سنه. يعني كنت انا كده وانا نايم اعرف ان في شغل هيشتغل، واحد هيجي يديني فلوس في مش عارف ايه، كنت انا عارف اللي بكره اللي هيحصل. فواحد مره قال لي ممكن، قلت له ده انا كبرت. ايمان الشاب بيختلف عن ايمان العجوز. يعني ساعتها انا كنت مستلم مش ملتزم يعني اكتر، اللي انا الادام بيبدا بروح اصلي بس، مش اكتر من كده. يعني مفيش حاجه كنت بروح كده او كده، هو حاجه للمعسل مش عارف ايه، ممكن واحد حته حشيش ماشي، ما ده مش ما اكتر من كده لا. لو احنا شغالين كده بس الاذان يبدا كنت رايح اصلي. وكان في الفتره دي يعني امي وابويا كانوا عايشين، فكانت حته الايمان دي كانت عاليه. في واحد قال قلت له كنت كده، يعني واحد كان حكى لي قلت له كنت كده، بس ده راح وصعب انه يرجع. يعني ما اعتقدش انه يرجع. يعني ما فيش يعني حاجه بقى تانية. مثلا عندي حفيد داخل في 3 سنين، ده اجمل شيء في الدنيا. يعني على الذنوب دي انا بروح عشان العب معاه كوره من الصاله للصالون كده، هو ده صاحبي وكل حاجه. هقول له يعني مش عيب ان احنا نكون كلنا كويسين مع بعض، ومش لازم ان احنا يعني نقول مثلا اللي قدامنا كلام وحش او كلام يأثر في نفسيته بس عشان نبان ان احنا احسن، وانا بعمل كده بصراحه. اقول لهم حبوا بعض، لما نعيش في سلام كلنا البلد كلها هتبقى كويسه. لكن لما نكره بعض محدش هيحب حد تاني، مش هتعرف تعيش اصلا وسط الناس. لازم أن تحب نفسك وتحب الناس، هتعرف تعيش. هقول يا ريت بلاش مشاكل وبلاش خناقات، بلاش نمسك على بعض على الواحده، لازم نتفاهم، احنا بنعيش مره واحده بس، والله بنعيش مره واحده. حافظوا عليها، مش هتلاقوا زيها في الدنيا كلها. فعلا مصر جميله. اقول احلى صباح على العالم كله. لو العالم كله دلوقتي بيسمعك يا هشام تقول لهم ايه؟ لو العالم كله بيسمعك تقول ايه؟ هقول ان احنا يعني في بلد كويسه، بلد يعني شغاله كويسه. نفسي بس النفوس تهدى، يبقى في ما بيننا سكه زي زمان، والكلمه الحلوه تطلع بس بنيه صافيه، ما تطلعش عشان مصلحه، تطلع من قلب للقلب بس. لما كل واحد يرضى بنصيبه اللي ربنا يديهوله، وما حدش بياخد اكتر من رزقه من نصيبه. لو طبقه السماء على الارض مش هتاخد اكتر من رزقك ومن نصيبك. زي ما ربنا قال، او زي ما الحديث بيقول: لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت. فكل واحد يرضى يبقى عنده قناعات ان اللي ربنا اداهوله هو ده، مش هدي. لو عمل ايه مش هياخد اكتر منه.
اقول للعالم يعني حبوا بعض، تسامحوا مع بعض، تسامح حاجه حلوه. وفي النهايه الدنيا ما بتسوى حاجه غير انه الانسان يكون عنده ذكرى طيبه مع الناس. اهم حاجه الواحد يكون عنده ذكرى مع اخوانه، مع امه وابوه. احترم والديك، بر بوالديك، واهتم باصدقائك. الاصدقاء ترى سند جميل في الحياه. لما يكون عندك اصدقاء وفيين بالنسبه لك دي حاجه مش سهله يعني. حافظ على علاقاتك مع الناس وحب الناس. اقول ربنا يسترها معايا ويبارك لي في عيالي. اقول لهم والله الناس تمشي بمورد الله وتخاف على بعضيها بس. واقول للشباب بالذات يعني بطلوا شرب مخدرات. اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وربنا يرفع عنا البلاء والغلاء ويدي الناس الصحه ويبعد عنهم كل شر ويحبوا بعض. وصيه كده توصي بيها الناس كلها كده. قال لهم الدنيا دي الى زوال، يعني الدنيا دي زايله، الدنيا دي ليس لها قيمه وما بتسواش عند ربنا جناح بعوضه. فالناس اللي بتزعل من بعض دي ملوش لازمه، والورث ما فيش حد هياخد حاجه معاه، كل واحد لازم. وكمان اليومين دول قتل الاباء والامهات، لا ده ربنا سبحانه وتعالى وصى بالاباء والامهات، والواحد يرأف بالراجل الكبير، والبياعين اللي بيبيعوا ما حدش يقعد يفاصل. الناس غلابه والناس تكبر بخاطرهم. يعني انا في الاخر بقول يعني الناس تحب بعض في الله ولله وعلى الله. كل الناس بقى اللي انت تعرفها دي بتسمعك دلوقتي تقول لهم ايه؟ اقول لهم كل سنه وانتم طيبين وربنا يخليكم لاولادكم، واللي مات الله يرحمه وربنا البقيه في حياه اولاده واحفاده. كل حبايبك بقى يسمعوك دلوقتي تقول لهم ايه؟ ربنا يجعله عيد خير عليهم وعلى أمة المسلمين وعلى كل إخواتنا وعلى كل الدنيا كلها يا رب، ويدي كل واحد كل اللي بيتمناه، ويدي كل واحد على قد نيته وضميره. اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يعود الايام دي على العالم كله بخير، ويعدي الغمه دي على خير ان شاء الله، ونبقى احسن ان شاء الله. هنبقى احسن بكتير ان شاء الله، اللي جاي ان شاء الله احسن بكتير. لو كل الناس انت تعرفهم بيسمعوك دلوقتي تقول لهم ايه؟ اولا كل سنه وانتم طيبين، وانتم غاليين عندي جدا يعني. سامحوني لو قصرت معاكم في وقت من الاوقات يعني، فاكيد غصب عني. كل حبايبك ولاد عمك وعزوتك كده بيسمعوك تقول لهم ايه؟ اقول لهم خشوا في الحلال، محدش يمشي في الحرام، عشان هو اكتريتهم عيال سكه. ولاد عمي انا عاوزهم يقفوا جنبي، ما يشوفوني بتخانق مع حد، ما يشوفونيش يسيبوني ويجروا، يبقوا واقفين عزوه جنبي كده. لما ماشي في حال العيال ترازيني، انا مش بتضايق وراح ماسك فيهم، هم يتلموا عليا ضاربيني، هم يبقوا واقفين بيضحكوا عليا. لو الدنيا كلها دلوقتي تسمعك، العالم كله بيسمعك، تحب تقول لهم ايه؟ تشوف حبايبك وناسك. لا، هقول لهم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك، واتمنى ان الشعب المصري كله يكون مبسوط ويكون مرتاح ويكون ما فيش عنده اي نوع من انواع المشاكل. دي امنيه حياتي، ان بلدنا تكون بلد مستقره ما فيش فيها اي حاجه، وانه الدنيا كلها تبقى حلوه وزي الفل. يعني يبطلوا نفاق والمشاكل اللي بيعملوها اللي ملهاش اي 30 لازمه.